عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بقى يوم من ايام رمضان زي ما انتم متعودين. حابة اقول لكم كده حاجة انا هعملها النهارده على الفطار. يمكن واحدة فيكم محتارة زي ما انا بحتار كل يوم. هعمل ايه؟ فانا هوريكم النهارده المنيو بتاعي هيبقى عامل ازاي. هعمل مكرونة بالصلصة، وعندي هنا بانيه انا متبلاه وحطاه في الفريزر. هو كده من الجنب ده هو هيفك على طول، يعني قبل الفطار بنص ساعة هروح ايه عاملاها في الزيت يعني. ومعايا هنا مانجا برضو كنت مفرزاها، هستنى شويه عليها تفك، وهروح عامله على الفطار عصير مانجا. وهبعت كده اجيب شيبسي من بره، كيس كده شيبسي عشان يبقى الموضوع سهل. وهعمل طبق سلطه ونشوف مع بعض المانجا بتاعتنا، ويلا بينا نعملها عصير. وادي عملنا عصير المانجا، ادي البانيه بتاعنا، ويلا بينا نعمله بانيه. ادي المانجا اللذيذه بتاعتنا، وادي الفطار البسيط بتاعنا. طبعا انا مش بصور لكم كده وخلاص، لا انا بوريكم منيو كده لكل فطار. لو انتي محتارة تعملي ايه بوريكي احنا عملنا ايه النهاردة. بديكي افكار، ما تفضليش محتارة. ده فطار يوم تاني برضو من ايام رمضان. عملت رز بالكاري، وعملت جبت شيبسي، وعملت هنا كبد وقوانص بطريقة كده حلوة جدا. لو حابين تعرفوا بتتعمل ازاي قولولي وانا اقولكوا ان شاء الله. وعملت كان عندي ناجتس وبانيه، رحت عاملاها البنات كده هما جاهزين من بره بس. وده كان منيو تاني يعني، وجنبهم طبق سلطة زي ما انتوا شايفين. وكنت عاملة اليوم دوت عصير فراولة. يعني ايه باحب أعمل عصاير وكده طبيعية أكتر يعني، إلى جانب برضه بيبقى فيه صوبيا وبيبقى فيه خروب وحاجات من دي. يا ريت يا حبايبي لو عجبتكم نوعية الفيديوهات دي برضه تأكدوا عليَّ في التعليقات وأنا أعمل لكم منها على طول. ولو ما عجبتكمش برضه قولوا لي في التعليقات هابقى عارفة. ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. مع السلامة.